أكيد نشاطات كتيرة عم تشهدها المحافظات السورية من نشاطات فنية وثقافية وغيرها. أكيد في فسحة للأطفال الغاليين على قلوبنا، الحفل المسرحي للأطفال، أطفال ندى الأيام، الذي عرض على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. لمزيد من التفاصيل عن هذا العرض معنا الصحفي والزميل الغالي على قلوبنا وسيم عليا مباشرة من اللاذقية. يسعد مساك يا وسيم. يسعد مساء الخير ومساء الخير لأروى ولكل مستمعي إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. شو أخبارك؟ كيفك؟ زميلنا في إذاعة صوت الشباب أف أم كمان. يخلي لي إياك. أكيد نحن بنضل قلب واحد وإيد واحدة، وأبناء أكيد الهيئة تحية لك. واحدة أكيد. أكيد تحية لكل العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الله يسعدك يا وسيم. رح روح معك نحكي عن العرض، عرض حفل المسرحي للأطفال، أطفال ندى الأيام. شو بتخبرنا عنه؟ تمام. طبعا هذا العرض كان بدعوة من مديرية الثقافة باللاذقية. نعم. ومشكورين كتير طبعا على هذه الدعوة. أنا بالأساس كنت مقدم الحفل، حفل ونشاط بضم عدد من اللوحات التمثيلية ورقص زنباط، إضافة لعرض زنباط وأيضا عزف على الجيتار. نعم. بإشراف الآنسة نور أبو العروس اللي بوجه لها تحية على التعب اللي كان خلال التدريبات كلها يعني. نعم. والحمد لله يعني أنا كنت مقدم الحفل، وساعدت إنه شاركت أيضا من ناحية التمثيل مع الأطفال بثلاث لوحات تمثيلية. حلو. مثل دعاء المسرح، وأيضا كان دور الراوي بليلى والذئب. نعم. وأيضا كمان في لوحة لراحل نبيل خزام المعروف بشخصية شوشو. نعم. كمان يعني لوحة ألف بوباية يلي كانت بدور الأستاذ. وأكيد شاركوني الأطفال يلي بوجه لهم تحية على هالمجهود يلي تعبوه معي. أكيد يا وسيم، وأنا كمان بدي ضم صوتي لصوتك، بدي وجه لهم تحية كتير كبيرة من برنامجنا ومن منبرنا إذاعة دمشق لكل الأطفال ولهالفعاليات الجميلة. احكي لنا عن تفاعل الأطفال اللي حضروا هذا العرض، من أطفال وأيضا شباب وصبايا وكبار في السن. يعني ألف الحمد لله. كيف كان الحضور؟ تماما. يعني الإقبال كان كتير منيح، وأيضا يعني التوج الحفل بالنجاح ألف الحمد لله. والكل يعني أعرب عن سعادته إنه وتفاجئوا بهيدا العرض يعني على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون. بس بحب أقول شيء عن لوحة ألف بوباية، لأني أنا كنت لأول مرة المخرج المسرحي لهي اللوحة، وتصميم الرقصات من تصميمي أنا. نعم. ويعني حبيت يعني دخل الشيء القديم بالجديد يعني أنا حافظت على لوحة الراحل نبيل خزام وأضفت عليها لمسات جديدة وحديثة، لحتى يكون في شيء من القديم ويكون في شيء من الحديث ليواكب هيدا العصر تماما. وخصوصا عم تخاطب الأطفال، أصعب أكيد. فئة يعني بتحس مخاطبة الطفل كتير بدها ذكاء. أكيد وكيف في ناس تتعامل كتير طبعا إنه بعد العرض إنه في ناس يعني بتسمع أكيد جانب إيجابي وبتسمع أيضا الجانب السلبي، لكن بدي أقول يعني إنه في ناس إنه بتقول يلا عم تتسلوا. فأنا بحب نوه لشيء إنه نعم. المسرح من أصعب أنواع الفنون تماما، وخاصة مسرح الأطفال. يعني لازم دائما تشغل حواسك كلها، بدك تعيش الحالة إنك أنت كطفل بدك تطالع طفولتك مع الأطفال لحتى يتقبلوك. حلو كتير يا وسيم. وبدك تطالع مشاعرك، بدك تطالع الأحاسيس اللي عندك. فيعني عن جد مشكورين الكل يعني، وخاصة الأطفال يعني تحملوا مزاجيتي وأنا كمان تحملتهم من ناحية أخرى. فبالفعل شكرا كثير. حلو كتير.